السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سؤال الليلة. قبل ما نبدأ، لو بتحبوا الأسئلة الغريبة والحقائق اللي بتخليكم تفكروا بشكل مختلف، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل سؤال جديد بنطرحه هنا. وسؤال الليلة هو: هل المصريين اللي عايشين دلوقتي هم فعلا أحفاد المصريين القدماء؟ السؤال ده يمكن يبدو بسيط، لكن الحقيقة إن وراه جدل كبير جدا بين العلماء والمؤرخين. حضارة مصر القديمة عمرها آلاف السنين، الأهرامات، المعابد، المومياوات، كلها دليل على حضارة عظيمة كانت موجودة هنا على نفس الأرض اللي عايشين عليها دلوقتي. لكن السؤال الحقيقي هو: هل الناس اللي بنوا الحضارة دي هم نفس أجداد المصريين الحاليين، ولا حصل تغيير كامل في السكان عبر آلاف السنين؟ خلونا نرجع شوية بالزمن. في سنة 2017 نشر فريق بحثي من معهد علمي كبير في ألمانيا دراسة في واحدة من أشهر المجلات العلمية في العالم. الباحثين جابوا حوالي 151 مومياء لمصريين قدماء. المومياوات دي تم العثور عليها في منطقة اسمها أبو صير الملق. المومياوات دي كانت من فترات مختلفة، بعضها يرجع لأكثر من 3000 سنة. العلماء أخذوا عينات من العظام والأسنان والأنسجة وبدأوا يعملوا عليها تحليل الحمض النووي أو DNA. الهدف كان بسيط: إنهم يعرفوا ما هو الأصل الجيني للمصريين القدماء. لكن المفاجأة كانت إن النتائج قالت إن المصريين القدماء كانوا قريبين جينياً من شعوب الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وبعد كده العلماء قارنوا النتائج دي بالDNA لبعض المصريين الموجودين دلوقتي، فبدأت تنتشر إشاعة كبيرة على الإنترنت. الإشاعة دي قالت إن المصريين الحاليين ليسوا أحفاد المصريين القدماء. الكلام ده صدم ناس كتير، لكن المشكلة إن الكلام ده كان ناقص ومش كامل. لما علماء تانيين راجعوا الدراسة اكتشفوا حاجة مهمة جدا. أولاً، المومياوات اللي تم تحليلها كلها تقريباً كانت من منطقة واحدة فقط في مصر. ومش بس كده، من أصل 151 مومياء العلماء قدروا يحصلوا على DNA واضح فقط من عدد قليل جدا منها. وفي النهاية التحليل الجيني الكامل اتعمل فعلياً على 3 مومياوات فقط. تخيل إننا نحاول نعرف أصل شعب كامل عاش آلاف السنين بناءً على 3 مومياوات فقط. طبعاً ده رقم صغير جداً علشان نحكم منه على تاريخ مصر كله، لكن علشان نفهم الموضوع بشكل أفضل لازم نسأل سؤال مهم: أصل المصريين القدماء كان إيه؟ الواقع إن أغلب الدراسات بتقول إن مصر القديمة اتكونت من اختلاط مجموعتين أساسيتين من البشر. مجموعة كانت تعيش في شمال وادي النيل، ومجموعة أخرى كانت تعيش في الجنوب. ومع مرور الوقت المجموعتين دول اندمجوا مع بعض وشكلوا الشعب المصري القديم. وبعد كده ظهرت الحضارة المصرية اللي استمرت آلاف السنين. لكن خلال التاريخ الطويل ده مصر تعرضت لغزوات واحتلالات كثيرة، دخلها الهكسوس وجاء الفرس وبعدهم الإغريق بقيادة الإسكندر الأكبر، ثم حكمها الرومان لفترة طويلة. وبعد ذلك جاء الفتح الإسلامي وبدأت هجراته من أماكن مختلفة مثل شبه الجزيرة العربية والشام. كل الأحداث دي خلت مصر مكان بيحصل فيه اختلاط بين شعوب كتيرة. لكن السؤال هنا: هل الاختلاط ده معناه إن الشعب المصري القديم اختفى؟ الإجابة ببساطة لا. علم الوراثة بيقول إن الشعوب نادراً ما تختفي بالكامل. اللي بيحصل عادة هو إن السكان الأصليين يستمروا، لكن يضاف إليهم تأثيرات جينية من شعوب أخرى. يعني ببساطة المصريين الحاليين يحملون خليطاً من الجينات، فيه جزء كبير منها يعود للمصريين القدماء، وجزء آخر جاء من الهجرات المختلفة عبر التاريخ. بمعنى آخر، المصريين الحاليين ليسوا نسخة مطابقة تماماً للمصريين القدماء، لكنهم بالتأكيد امتداد طبيعي لهم. والدليل على كده مش بس الجينات، لكن كمان أشياء كتيرة جداً ما زالت مستمرة لحد النهاردة، زي شكل بعض الملامح والعادات واللغة اللي تطورت عبر الزمن. حتى بعض الكلمات في العامية المصرية اليوم لها جذور قديمة جداً، وده بيخلي مصر واحدة من الدول القليلة في العالم اللي حافظت على استمرارية حضارية وسكانية لآلاف السنين. وفي النهاية السؤال الحقيقي مش بس هل المصريين الحاليين هم أحفاد المصريين القدماء، لكن السؤال الأهم هو إزاي حضارة استمرت آلاف السنين ما زال تأثيرها موجود حتى اليوم. ده كان سؤال الليلة. لو عجبكم الفيديو
ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل سؤال جديد بنطرحه هنا. ولو في سؤال بيجي في بالكم بالليل ومحيركم، اكتبوه لنا في التعليقات، وممكن يكون هو سؤال الحلقة الجاية. نشوفكم في فيديو جديد وسؤال جديد. سلام.